قصتنا بتبدأ في موقف سيارات موجود تحت الأرض مع خبير الفنون القتالية زانج. زانج معلم كونغ فو محترف بفن قتال سري اسمه فن الإصبع الحديدي، ويقدر يقتل أي حد بصباع واحد فقط. لكن خصمه كان مقاتل ماهر بيستخدم فن مخلب النمر المدمر. وبعد دقايق طويلة من القتال فجأة زانج وخصمه وقفوا تماما لأنهم سمعوا صوت إنذار غريب وعرفوا إن المعركة انتهت. فمقاتل مخلب النمر وعد زانج إنه هيغلبه في يوم من الأيام ومشي بطريقه. بعد كده بترجع بينا الأحداث لمدة شهرين وبنكتشف إن زانج شغال في قسم مبيعات شركة تأمين، لأن المدير كان بيحفزه على العمل هو وزمايله. بس للأسف أول ما زانج بدأ الشغل اتفاجئ إن مفيش حد عايز يشتري باقات التأمين منه، وكل الناس اللي اتصل عليهم رفضوا يكلموه وهزقوه. فمديره في الشغل طلب يقابله على انفراد. أول ما المدير قابل زانج هزقه لأنه مش قادر يبيع أي حاجة بقاله فترة طويلة، وقال إنه لو ما تحسنش في الشغل هيطرده من الشركة تماما. فزانج اعتذر غصبا عنه لأنه محتاج شغله عشان يوفر ليه هو وبنته الوحيدة ديدي بسبب حالته المادية الصعبة. وهنا المدير الخبيث حذر زانج وقال إنه قدامه شهر واحد فقط عشان يبدأ يبيع باقات التأمين، ولو فشل هيطرده من الشركة. فزانج خرج من الشغل في حزن شديد وانطلق لمتجر الألعاب عشان يشتري بيانو إلكتروني لبنته ديدي مع إن فلوسه قليلة جدا. بعد كده راح عشان يعطيها البيانو، وهنا بنعرف إن زانج اتطلق من زوجته ورفعت عليه قضية لكفالة بنتهم ديدي. عشان كده زانج المسكين مقدرش يشوفها واضطر يعطي البيانو لزوجته. فزوجة زانج الخبيثة رمت البيانو في الزبالة عشان تقنع بنتها ديدي إن أبوها بيكرهها. أما زانج المسكين اتمشى لبيته وسط الليل، ولما شاف مجموعة مجرمين بيبلطجوا على واحد مسكين حاول يساعده لأنه درس أسرار الفنون القتالية في شبابه، لكنه ما عملش أي حاجة لأنه مش عايز يدخل السجن. وأول ما وصل بيته سلم على عمته اللي كانت بتهتم بوالده المريض. والد زانج سنه كبير جدا، ده غير ان عنده الزهايمر وحالته النفسية سيئة بسبب انه مش قادر يشوف حفيدته ديدي. فزانج قال له ينام عشان يريح اعصابه. بعد كده فتح الكمبيوتر للعب على الانترنت مع اصدقائه، لكن بالصدفة وصلته رسالة من لاعب اسمه الاستاذ كووك بعت له فيها رابط لموقع مجهول، وقال لزانج انه لو سجل في الموقع ده ممكن يكسب فلوس كتير. طبعا زانج اتعجب منه لكنه دخل الموقع بدافع الفضول ولانه محتاج اي فلوس تساعده في حياته الصعبة. واول ما زانج فتح الرابط اكتشف انه لموقع اسمه قبضة الموت، فسجل اسمه مع الايميل الخاص بيه من اجل التجربة وما كانش عارف ايه اللي هيحصل. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لجامعة علم النفس لما الدكتور كان بيشرح للتلاميذ، وهناك بنقابل جين طالبة ذكية متفوقة في الدراسة. وبعد ما انهت المحاضرة راحت تشتري بعض الزهور الجميلة عشان تقدمها لوالدتها، بس للأسف والدة جين كانت مريضة جدا ومحتاجة علاج غالي 8000 دولارات، لكن جين المسكينة ما كانش معاها اي فلوس بسبب انها طالبة جامعية. واول ما دخلت غرفتها استخدمت اللابتوب الخاص بيها وبدأت بإدارة موقع غريب مجهول الهوية عن طريق قدراتها الرهيبة في البرمجة. اما زانج كان بيحاول يبيع باقة تأمين على الصحة لرجل أعمال غني، بس رجل الأعمال رفض طلبه زي باقي الزباين. فزانج حس بالإحباط الشديد وقرر يروح البيت، لكنه اتفاجئ إن في راجل مجهول بيناديه. الراجل ده اسمه تونج، وبنكتشف انه كان صاحب زانج العزيز ايام زمان. تونج عزم زانج في مطعم وسط المدينة عشان يتكلم معاه، وهنا بنعرف ان في الماضي زانج استخدم قدراته الرهيبة بالفنون القتالية للشر لانه كان شغال في عصابة مجرمين مع تونج، لكنه اعتزل بعد ما تونج اتقبض عليه واتسجن 5 سنين. وهنا تونج قال لزانج انه مش ناسي صداقتهم لان زانج اهتم بوالده وقت سجنه، ده غير انه عرض عليه يشتغل معاه. فزانج رفض لانه عارف ان تونج لسه ماشي في طريق الاجرام. واول ما روح بيته عمته قالت له ان في شحنة بريدية وصلته من موقع اسمه قبضة الموت، فانطلق لغرفته بسرعة واتفاجئ ان الشحنة دي كانت صندوق فيه ملابس سودا وساعة الكترونية مع شريط فيديو. فشغل الشريط وعرف ان موقع قبضة الموت مصمم لبطولة فنون قتالية غير قانونية، والساعة الالكترونية معمولة عشان الفايز بالقتالات يستخدمها لاستلام فلوس الفوز عن طريق العملات المشفرة.
فزانج حس بالقلق الشديد وفضل طول اليوم يفكر هيدخل بطولة قبضة الموت ولا لا، لدرجة انه ما قدرش يشتغل من التفكير لحد ما قرر يدخل البطولة غصبا عنه، لانه عايز يرفع قضية كفالة لبنته ديدي ضد زوجته الخبيثة، وعايز يشتري علاج لوالده المريض. في البداية زانج دخل موقف سيارات موجود تحت الأرض، واتفاجئ إن في شاب لابس هدوم سودا ومعاه ساعة إلكترونية حاول يتبلطج عليه، وكان عايز ياخد ساعته عشان يهزمه ويجمع مبلغ الفوز. بس زانج أظهر قوته الحقيقية ومسك الشاب طحنه بدون رحمة لحد ما حاول يتصل على أصدقائه، لكن مفيش شبكة لأنهم تحت الأرض. وفي النهاية زانج وجه له لكمة قوية أفقدته الوعي. بعد كده خلى الساعة الخاصة بيه تلمس ساعة خصمه عشان ياخد جايزة الفوز عن طريق العملات الرقمية المشفرة، واكتشف انه كسب $300 فقط. فالاستاذ كووك نفس الشخص اللي بعت له لينك موقع بطولة قبضة الموت قال انه لو استمر في دخول القتالات بالبطولة هيكسب جوائز اكبر ممكن توصل $100,000، بس لازم ياخد حذره بسبب ان اخصامه هيبقوا اقوى بكتير. بعد كده بنقابل جون شاب بسيط شغال مدرس، واول ما روح بيته بنكتشف ان زوجته مريضة جدا لدرجة انها ما قدرتش تاكل بدون ألم. فجون حس بالحزن الشديد عليها، واول ما قعد يشتغل على اللابتوب الخاص بيه وصلته رسالة من الاستاذ كووك منظم بطولة قبضة الموت، طلب فيها من جون يرجع للمنافسة بالبطولة لانه معلم فنون قتالية محترف. فجون اتردد بسبب انه عايز يكسب فلوسه بشكل قانوني، لكنه اضطر يرجع البطولة غصبا عنه عشان يوفر علاج لزوجته. واول ما وصل موقف السيارات الموجود تحت الارض لبدء القتال اتفاجئ بخصمه اللي كان شرس جدا لدرجة انه فضل يهاجمه بدون توقف. وهنا بنعرف ان جون خبير بفن الوينج شان الاسطوري وبيقدر يتفادى ضربات خصمه بسرعة البرق، ده غير انه فضل يلطخه بالقلم طول القتال لانه عايز يهزمه بدون ما يأذيه، لحد ما كتفه بمهارة ولطخه بالقفا عشان يفقدوا الوعي، ولمس ساعته من اجل الفوز بجائزة العملات الرقمية المشفرة. بس الحاجة الغريبة انه فضل يعيط من الندم بسبب ان ضميره بيأنبه لانه بيكسب فلوس بشكل غير قانوني واذى شباب كتير. اما زانج اشترى بعض الاكل اللذيذ لوالده المريض وحزن بشدة لانه فضل يسأله عن حفيدته ديدي الموجودة مع امها. فزانج وعده انه هيخليها تشوفه قريب، وانطلق عشان يبدأ الجولة التانية في بطولة قبضة الموت. وهنا بنعرف ان الاستاذ كووك احضر 2 مقاتلين لتحدي زانج. المقاتل الاول كان بيستخدم الكاراتيه وبيتميز بلكماته المدمرة، اما المقاتل التاني محترف بالمواي تاي ورجليه سريعة ملهاش حل. فزانج وقع في ورطة كبيرة لكنه استجمع تركيزه واستخدم فن كونج فو الاصبع الحديدي السري عشان يهزم مقاتل الكاراتيه بمهارة ملهاش مثيل. بعد كده سيطر على محترف المواي تاي بصعوبة ووجه له ضربات فتاكة بصباعه افقدته الوعي تماما عشان يكسب الماتش في النهاية. واول ما النهار طلع زانج استقال من شغله، فمديره الخبيث فضل يضحك عليه زي المجنون لكن زانج تجاهله. وهنا بنعرف ان زانج استقال عشان يركز على التمرين ويفتكر اسرار فن الاصبع الحديدي اللي نسيها لانه عايز يكسب بطولة قبضة الموت ويرفع قضية كفالة لبنته ديدي ضد زوجته الخبيثة ويعالج والده المريض بالزهايمر. بعد كده قعد على اللابتوب عشان يعرف من الاستاذ كووك معاه جولة القتال الجاية. فالاستاذ كووك كشف له ان هو بطل قبضة الموت مع انه منظم البطولة، ولو زانج كسب كل مبارياته هيتحداه بالنهاية. فزانج وعده انه هيهزمه في يوم من الايام. واول ما الليل دخل زانج راح موقف السيارات عشان يبدأ المباراة، لكنه اتفاجئ ان خصمه قعد يتكلم معاه وقال انه كان شغال محاسب في شركة كبيرة وسابها عشان يبقى مقاتل. فزانج ضحك لان هو كمان ساب شغله الممل. بس اول ما زانج وخصمه سمعوا ساعاتهم الالكترونية بتصفر استعدوا للقتال لان المباراة بدأت. في اول المعركة زانج اتصدم من قوة خصمه لانه امهر بكتير من كل المقاتلين اللي اتحداهم قبل كده، ده غير انه كان متخصص بفن تكسير العظام الممنوع دوليا، ومهما زانج حاول يتصداله كان بيفشل بسبب سرعته الرهيبة لحد ما قرب يخسر. لكنه افتكر بنته الوحيدة ديدي وابوه المريض فاستجمع قوته بصعوبة، ده غير انه استخدم فن الاصبع الحديدي عشان يوجه ضربات فتاكة لجسم خصمه وقدر انه يضعفه بشدة. وفي نهاية القتال زانج استخدم صبعه المميت عشان يضرب خصمه في رقبته لحد ما اتخنق وفقد الوعي تماما. بعد كده لمس ساعته عشان ياخد جايزة الفوز.
تاني يوم الصبح زانج قابل زوجته ووقع معاها أوراق تخليه يقدر يقابل بنته ديدي في بعض أيام الأسبوع، وإلا هيرفع عليها قضية لأن بقى معاه فلوس يأجر محامي. ده غير إنه لما كان مروح البيت اتفاجئ إن مجموعة البلطجية اللي قابلهم قبل كده كانوا بيهاجموا بنت مسكينة، فرفض يسيبهم المرة دي ومسكهم طحنهم واحد ورا واحد بسهولة لأنه أصبح مقاتل شرس عديم الرحمة، حتى إنه استمر بتدمير كل المقاتلين اللي وقفوا بطريقه عشان يوصل لنهائي البطولة. لكنه بعد ما كسب أحد المباريات سمع صوت قتال تاني موجود جنبه، واتفاجئ إن صديقه القديم تونج اتمسك الطحن على إيد مقاتل أمريكي، فقرر إنه ينتقم من المقاتل واستعد للمعركة. بس الإنذارات اشتغلت على ساعته الرقمية لأنه بيتحدى خصم بدون إذن، فالمقاتل الأمريكي وعده إنه هيهزمه في يوم من الأيام ومشي. أما زانج راح عشان يطمن على تونج، فتونج حذره وقال إن المتنافسين في نهائيات البطولة بيستخدموا تقنيات فنون قتالية ممنوعة ممكن تقتله في أي لحظة. وللأسف تونج فقد حياته بسبب إصاباته الشديدة. وهنا بنعرف إن المدرس جون محترف الوينج شان كان بيراقب كل اللي بيحصل من بعيد، وقال للأستاذ كووك مدير بطولة قبضة الموت إنه قلقان بسبب إنه يعرف زانج لما كان بيدرس لبنته ديدي وممكن يكشف للناس إنه بيقاتل في السر. فالأستاذ كووك قال الحل الوحيد للمشكلة دي هو إنه يقتل زانج لو اتحداه في البطولة. تاني يوم الصبح زانج قابل بنته ديدي أخيرا بعد فترة طويلة جدا وقعد يتغدى معاها، فديدي لاحظت ايديه المصابة من القتالات وزعلت لأن مشاكله لما كان شغال في عصابة المجرمين مع صديقه تونج هي سبب طلاقه من والدتها. فزانج حزن بشدة لأن بنته ما بقتش تثق فيه، ولما كان مروح البيت الأستاذ جون تتبعه في السر، بس زانج عرف إنه بيراقبه. وهنا بنكتشف إن جون ما يعرفش زانج لأنه درس لبنته ديدي فقط، لكنه كان عضو في عصابة تونج هو كمان. طبعا زانج اتضايق بشدة لأنه عايز ينسى ماضيه الإجرامي، وقال لجون يخرج من بيته وما يتكلمش معاه تاني. بالليل بنقابل الطالبة جين محترفة البرمجة. جين دخلت موقف السيارات الموجود تحت الأرض اللي فيه بطولة قبضة الموت، بس في مجرم تتبعها عشان يتهجم عليها، وأول ما المجرم دخل موقف السيارات اتفاجئ بمجموعة مقاتلين من بطولة قبضة الموت نزلوا فيه طحن لأنه اقتحم مكانهم السري بدون إذن. وهنا بنكتشف إن جون بدأ القتال بمباراته واستخدم فن الوينج شان لتفادي هجمات خصمه اللي كان محترف بأسلوب الكيك بوكس القوي. بس الحاجة الغريبة إن جون ما بقاش طيب زي زمان وقلبه أصبح ميت لأنه فضل يبتسم وهو بيلطخ خصمه بالقلم لحد ما خنقه بدون رحمة وخلص عليه تماما عشان يكسب القتال. أما زانج استعد لبدء التحدي الخاص بيه وقابل نفس المقاتل اللي قتل صديقه تونج، فقال إن الوقت جه عشان يحقق انتقامه. المقاتل اللي قتل تونج كان محترف ملاكمة أمريكي، ده غير إنه يعرف بعض الأسرار من فن التايكواندو لأنه كان بيوجه لزانج ركلات مدمرة ملهاش حل. فزانج اتصدم من قوة خصمه الرهيبة وقرب إنه يخسر أكتر من مرة بسبب إن المقاتل الأمريكي حجمه ضخم، بس مع الوقت زانج درس نقط ضعفه واستخدم فن الإصبع الحديدي عشان يوجه ضربات مركزة لجسمه لحد ما أضعفه مع الوقت. بعد كده استهدف رجله اليمين وكسرها بذكاء عشان المقاتل الأمريكي ما يقدرش يقف. وفي نهاية المعركة زانج مسك خصمه هزقه وخلص عليه تماما عشان ينتقم لصديقه العزيز تونج. لكنه أول ما روح البيت اتفاجئ إن والده مش عايز ينام وفضل يسأل عن حفيدته ديدي بسبب مرض الزهايمر. فزانج عرف إنه لازم يكسب بطولة قبضة الموت بأسرع وقت عشان يحل مشاكله. وهنا بنعرف ان الطالبة جين محترفة البرمجة هي اللي نظمت بطولة قبضة الموت في السر مع مجموعة شباب تانيين عشان تجمع فلوس لعلاج والدتها المريضة. ده غير انها ارسلت لزانج رسالة باسم الاستاذ كووك المزيف اللي صنعته عشان تخفي هويتها الحقيقية، وعرفته ان نهائيات البطولة هتبدأ قريب. وهنا بنكتشف ان الاستاذ جون هزم اول منافس في النهائيات بسهولة، لكنه اتفاجئ ان خصمه القادم هو صديقه القديم زانج، فحس بصدمة شديدة. في البداية زانج قال لجون انه كذاب لانه مش شغال مدرس ولسه عايش في حياة الاجرام، فجون قال لزانج انه فاشل بسبب انه اتطلق ومش عارف يرجع بنته او يعالج والده المريض. طبعا زانج اتعصب بشدة وبدأ القتال. في اول المعركة جون استخدم فن الوينج شان الاسطوري، اما زانج اظهر فن الاصبع الحديدي المدمر، والاتنين كانوا متعادلين طول الوقت لانهم درسوا
الفنون القتالية مع بعض، بس زانج اتفوق بصعوبة لانه يعرف كل نقط ضعف جون، وبعد دقايق طويلة من القتال قدر انه يسيطر عليه وكسر رقبته عشان ينتقل للمباراة الأخيرة في بطولة قبضة الموت. بس المفاجأة إن زانج لقى إنه هيواجه 20 مقاتل لوحده واتحاصر من كل اتجاه، لكنه رفض الاستسلام لأنه لو خسر بنته هتبقى يتيمة ووالده المريض مش هيلاقي حد يهتم بيه. وبعد ساعة كاملة من القتال بنكتشف إن زانج قدر يهزم كل أعدائه، لكنه اتصاب بشدة ومبقاش قادر يقف على رجله. بس فجأة في مجموعة شباب مقنعين ظهروا معاهم مضارب بيسبول حديدية، فزانج اترعب منهم وحاول يهرب لكنه مقدرش بسبب اصابته، والشباب مسكوه طحنوه باستخدام المضارب. بعد كده الطالبة جين ظهرت وكشفت ان هي الاستاذ كووك. طبعا زانج اتعجب وسألها هي عملت البطولة دي ليه، فجين قالت ان لما زانج وجون وتونج كانوا شباب مجرمين بيتنمروا على الناس المساكين، ابوها اللي اسمه الحقيقي الاستاذ كووك حاول يوقفهم عند حدهم، لكنهم ضربوه بدون رحمة لحد ما فقد الوعي قدام عينيها ومات بالمستشفى. ده غير ان والدتها مرضت بسبب وفاته، فقررت هي ومجموعة شباب تانيين اتأذوا من مجرمين المدينة انهم يجمعوا كل المجرمين في بطولة فنون قتالية ممنوعة ويخلوهم يقتلوا بعض عشان ينتقموا منهم. فزانج اعتذر لها على افعاله، لكن جين ما قبلتش الاعتذار وخلصت عليه بدم بارد عشان تنتقم لوالدها الاستاذ كووك. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير ان شاء الله.